واسمهم ايه عشان نسيت؟ ثورة روجافا أصبحت موديلا للشرق الأوسط وموديلا للعصر ال21 للقرن ال21. ثورة روجافا لماذا نقول عليها إنها ثورة؟ لماذا قمنا بالثورة؟ أنا لا أعلم لماذا قمنا بالثورة. أنا كنت في الحمام ساعتها. لماذا نقول عليها إنها ثورة؟ اجتماعنا قيم كل هذه الجوانب. بأي جوانب يتم القول عليها بأنها ثورة؟ يجب أن لا تنحصر فقط ثورة روجافا ضمن حدود روجافا، وإنما يجب أن يتم امتداد شملها وتوسع شملها، ويجب أن يتم إحداث ثورة ديمقراطية ضمن سوريا. هذا أولا. ده دول صغير يا أخي. هو مين ده؟ أنا عارفة يا أختي. والمرحلة الثانية التي تليها يجب أن يتم إحداث ثورة شرق أوسطية ديمقراطية. لقد قمنا بالثورة من أجلكم وفي سبيلكم، ولن نتعاطى مع مكاترين ولا كده. ثورة روجافا هي ثورة متعددة الجوانب. قبل كل شيء هي ثورة فكرية، هي ثورة ذهنية، هي ثورة من أجل إنشاء مجتمع ديمقراطي أكولوجي وفق لحرية المرأة. بتلت تاني يا حسف حستها سنك حافز يا حفشتها تلت أول يا خرابي. ولغاية 19 من تموز في عام 2012 ولغاية هذه اللحظة الثورة بدأت ولا زالت تستمر. لذلك ثورة روجافا اجتماعنا قام بتثبيت هذه الحقيقة. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه بقى يا شيخ؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. يا خبر اسود، يا خبر اسود على الجبروت بتاع الست.